من احلى واسرع الاكلات اللي ممكن تعمليها للفطار او الغداء او العشاء. حلوه قوي، تنفع معاكي في اي وقت، سواء سهرانه، عايزه مستعجله الصبح، عايزه سندوتشات مثلا للشغل، الخروجه، لاي حاجه. حلوه قوي. معاها بقى صوص التوميه المميز، حلوه قوي، عملناه على القناه، هتلاقيه في تاني فيديو منشور، بجد حلوه قوي ومظبوطه على الشعره. النهارده بقى هنعمل فطاير من غير لا عجن ولا خبز ولا فرن ولا اي حاجه. اول حاجه بقى معانا هنجيب لفه من الجلاش، هنقسمها نصين. الحشو بقى انت وذوقك، هنعمله بابسط المكونات. عندنا قطعه من الجبنه الفلاحي، قطعه صغيره، عليها بقى فلفل حامي وبارد، اخضر واصفر بقى، او ممكن تستكفي بالاخضر، عليها شويه جزر مبشورين، وممكن جبنه موتزاريلا، ممكن بقى تحطي اي نوع جبن انت عايزاها، وممكن تضيفي بسطرمه، لانشون، جبنه رومي، بصي براحتك. هنجيب نص لفه الجلاش اللي احنا قطعناها، وجنبنا طبعا طبق فيه سمنه سايحه، والفرشه او المعلقه براحتك. هندهن اول طبقه بالسمنه وتاني طبقه برضو بالسمنه، وبعد كده ليه طبقتين مش طبقه واحده؟ عشان الجبنه ما تنزلش ميه، او اي حشوه انت هتحطيها ما تبوش الورقه وتخرج منها. هنجيب الحشوه بتاعتنا بقى نحطها في النص وما نكترش منها عشان نعرف نقفل كويس. هنقفل بقى من الجناب الاول بالشكل اللي قدامك ده، وطبعا نلف بالراحه، وكمان الورق يكون لو انت حاطاه في التلاجة يخرج ويهدى خالص من السقعيه بتاعته، عشان تعرفي تتحكمي فيه وما يتقطعش منك. بعد ما اقفلهم هدهنهم في كل لفه هعملها هدهنها سمنه، عشان الورق يورق منك ويقرمش ويبقى طعمه حلو كده واخد لون جميل. ده شكلها بعد ما لفيناها. احنا حشيناها جبنه وحشيناها برضو بطاطس، تقدري تحشيها فراخ، لحمه، اي حشوه بقى انت عايزاها او عايزه تضيفيها ليها. بعد ما نحط البطاطس بتاعتنا ونراعي واحنا بنقفل الجلاش على البطاطس، نقفله بالراحه عشان البطاطس ما تقطعش الجلاش. هحط شويه من البطاطس، عليها شويه من الفلفل، شويه من الجزر، وشويه من الجبنه الموتزاريلا. برضو الحشوه تبعك انتي، اعملي فيها اللي انتي عايزاه. وهقفله بنفس الطريقه، هقفله من الجناب الاول، وبعد ما اقفله من الجناب هدهنها سمنه، عشان اولا يلزقوا كده في بعض وياخدوا لون وتوريقه حلوه. بعد ما قفلتهم هدهنهم بالسمنه زي ما قلت لكم، واقفلها بالراحه عشان الورق البطاطس ما تقطعش الجلاش. وبعد كده بقى هروح اجيب طاسه اي نوع، ادهنها شويه من السمنه على نار هاديه، وطي النار عشان الجلاش من جوه يستوي، ما يطلعش من بره مستوي، من جوه ني. بتحطي الجلاش بتاعك دقيقتين وتلاقيه تقلبيه، تلاقيه خد اللون الذهبي بتاعك، وكل ما بتوطي النار كل ما بياخد لون معاكي ذهبي وحلو. وبتسيبيه دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده على نار هاديه. هيطلع بقى معاكي احلى سندوتشات او فطيره زي ما تسميها، محشيه بقى وطعمها حلو قوي، كانها فطير شرقي مخبوز ومعجون بقى، طعمه حلو قوي ولذيذ. وميكس بقى الجبنه على الفلفل الالوان على الجزر والجبنه الموتزاريلا، حلوه قوي. عايزه اقول لك صوص التوميه حقيقي لو مجربتيهوش بالطريقه دي هتخسري كتير، طعمه حلو قوي ومظبوط وكريمي زي بتاع بره بالظبط، وبابسط المكونات، من غير بيض ولا موتزاريلا ولا مايونيز ولا اي حاجه. هتلاقيه على القناه، وكمان هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف او الديسكريبشن. وعايزه اقول لك بقى نرجع بقى للفطيره المميزه بتاعتنا. كده خلصنا، متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك.